يسدد ضربات جزاء في النادي الاهلي هو احمد عبد الظاهر، لان قلنا افضل واحد بيبدا وافضل واحد بيختم. احمد عبد الظاهر والشناوي وجها لوجه. احمد عبد الظاهر، احمد عبد الظاهر، احمد. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض يا احمد. اقول لكم حاجه، جريده غلطان غلط السنين. ليه يا راجل؟ الراجل ده اديله 20 سنه ما لعبش. يا راجل الراجل ده اديله فتره طويله ما لعبش. ده حطها حنينه جدا، يعني حتى لو ما كانش متوقع. ادي الكاميرات بتاعتنا بقى في الكافيهات والحكايات والروايات، وادي الانعكاسات والحكايات. انا خدها كده فلاشات كده سريعه في كل انحاء جمهوريه مصر العربيه، وبعد المباراه هجيب لكم حاجات كتيره جدا جدا. محمد عبد الشافي من نادي الزمالك، والضربه الاولى اذا وفقا لتقديرات حسام حسن افضل لاعب بيسدد ضربات جزاء هو محمد عبد الشافي. هنشوف. جريده قلش في اختياره لاحمد عبد الظاهر كبدايه، اما نشوف حسام حسن قلش ولا لا. عبد الشافي يا عيني يا عيني، ده حسام حسن مش قلش، ده حطها في السوكه، ده حطها في السوكه. حلوه حلوه يا عبد الشافي، والله ما تتحط احلى من كده، والله ما تتحط احلى من كده. ايه الجمال ده؟ في جنب الشبكه، في جنب الشبكه. عايز ايه ده؟ عايز وسط سوسته واستك، سوسته واستك ويويو عشان يوصل لها حارس المرمى. صعبه جدا جدا. وادي الجماهير في كل مكان جايبه شاشه ايه بقى؟ جايبه شاشه ام بي سي مصر. طبعا طبعا جايبه شاشه ام بي سي مصر. ده وضع طبيعي جدا في الميادين والكافيهات والدنيا كلها. الضربه الثانيه للنادي الاهلي وليد سليمان. وليد سليمان داخل. يا نهار ابيض، ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ لا يصدق، شيء لا يصدق. وادي ام بي سي يا جماعه في الميادين، ام بي سي في الميادين، ام بي سي في الميادين. جابت لكم الجمهور. محمد سعد قال مش هنروح كاس العالم، كاس العالم هيجي لنا، واحنا بنقول مش هنروح للجمهور. ده الجمهور هو اللي معانا على شاشه ام بي سي مصر في كل مكان. حلوه 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 حلوه. وايضا اخفاقه اخرى للنادي الاهلي وليد سليمان. الزمالك والضربه الثانيه لنادي الزمالك. خالد قمر، خالد قمر تركيز كبير جدا. خالد قمر داخل وهوبا. حلوه 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 حلوه. خالد قمر والهدف الثاني لنادي الزمالك. اذا النتيجه حتى الان 0-2. الاهلي اخفق في الضربتين والزمالك جاب الضربتين. عبد الظاهر حطها في منتهى الحنان للحارس الشناوي، ووليد سليمان حطها ايضا سهله جدا. على الجانب الاخر محمد عبد الشافي احرز وخالد قمر احرز. الضربه الثالثه للنادي الاهلي باحساس الاحباط لمحمد نجيب، لكن كل شيء وارد، كل شيء وارد. داخل محمد نجيب، نجيب والهدف، والهدف محمد نجيب. اذا الهدف الثالث للنادي انا اسف، الهدف الاول للنادي الاهلي. اذا النادي الاهلي جاب هدف وضيع 2. نادي الزمالك جاب 2 وداخل على الثالثه. لو جاب الزمالك الثالثه هيبقى 3-1. هنكمل لان هيبقى لسه ناقص ضربتين. هنشوف. من الزمالك داخل احمد، داخل احمد سمير، لاعب اشول. احمد سمير باك ليفت الداخليه المنتقل الى نادي الزمالك. احمد سمير يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. بقول لحضراتكم كل شيء وارد، كل شيء وارد. اقول ايه بقى؟ اقول برضو ان احمد سمير جاي من الداخليه، ما انسجمش لسه مع نادي الزمالك، عنده رهبه الفانيلا البيضه لسه لسه لسه. وادي الفرحه طبعا ايه الاهلاويه، الفرحه الاهلاويه. جميل جميل، هي كره القدم. الضربه الجايه للاهلي والنتيجه قدام حضراتكم. الاهلي 1 الزمالك 2. دي الضربه لمحمد رزق لاعب النادي الاهلي المنطلق
والمنتقل من نادي المقاولون العرب. محمد رزق عليها امال كبيره قوي، داخل محمد رزق والشناوي والهدف، حط ايده فيها الشناوي لكن دخلت. بقينا 2-2 لكن الزمالك له ضربه، بقينا 2-2 لكن الزمالك له ضربه. هنشوف. حطت حلوه قوي قوي قوي، حط ايده فيها الشناوي ببراعه كبيره جدا لكن دخلت. الضربه الرابعه لنادي الزمالك، الضربه الرابعه لنادي الزمالك. عمر جابر، عمر جابر والضربه الرابعه لنادي الزمالك. مهمه جدا الضربه دي، مهمه جدا. لو دخلت يبقى 3-2 للزمالك، لو ما دخلتش نفضل 2-2. داخل عمر جابر، عمر جابر وهوبا، يا لعيب يا لعيب يا لعيب. حلوه حلوه حلوه. بقينا 2-3 لصالح نادي الزمالك. اخر ضربه للاهلي، لو جت نكمل، لو ما جاتش خلصت المباراه والسوبر للزمالك. هنشوف. لكن حلوه جدا جدا جدا، اتعملت جميله. وقف كده على نفسه كده بالراحه وبص وشاف، وببطن رجله ودى اكرامي في حته وحطها في حته، ويبقى هدف روعه روعه روعه. الضربه الاخيره للنادي الاهلي، لو جاب نكمل. سعد سمير، سعد سمير، سعد سمير وهدف. حلوه 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 يا سعد، حلوه 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 يا سعد. خلص من هم، حطها وخلص. اللي جاي للزمالك لو جت نقول للزمالك مبروك، لو ما جاتش هنلعب ضربه وضربه الى ان يخفق احد الفريقين، ضربه وضربه الى ان يخفق احد الفريقين. مين اللي داخل من الزمالك عليه عبء كبير جدا جدا جدا. بص خلي بالك، بص خلي بالك. يا عالكوره، يا عالكوره. اخر ضربه لنادي الزمالك. يبدو ان هناك مناقشات مين اللي هيلعبها لانه اتاخر اللاعب اللي داخل. محمد كوفي، محمد كوفي. لو احرز محمد كوفي ياخد كاس وياخد ملايين ويسعد جماهير. لو ما جابش ضربه وضربه. محمد كوفي وشريف اكرامي، تركيز رهيب. محمد كوفي، كوفي، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. بقول لحضراتكم هي دي الكوره، هي دي الكوره. ولا تعرف حاجه ابدا، ولا تقدر تقول حاجه ابدا. انت ماشي وتوكلك على الله. هارد لك يا كوفي، هارد لك يا كوفي. هنلعب ضربه وضربه الى ان يخفق احد الفريقين. يا جماعه هي دي الكوره، هي دي اللي بتحرك المشاعر. ما تقوليش توك شو ولا بوك شو ولا سوك شو. خليك في الرياضه وجمالها. البلد ماشيه وهتتقدم وهتتحرك لقدام جدا جدا جدا. احنا عايزين نروح بقى للجمال، للحلاوه. طيب نشوف الاول. داخل وحلوه. صبري رحيل، صبري رحيل. هدف روعه روعه روعه. يا على العبء بتاع لاعب الزمالك اللي داخل. صبري رحيل يتقدم للاهلي بعد ما كان الزمالك متقدم 2-0، الاهلي متقدم 1-0. مين اللي هيشوط من الزمالك؟ هنشوف. جاب جون نكمل، ما جابش خلصت. داخل احمد توفيق، احمد توفيق لاعب وسط نادي الزمالك. الله يكون في عونك يا ابني، عليه عبء نفسي رهيب رهيب. هو يعلم تماما ان اقدامه دلوقتي هي اللي هتحدد اما امكانيه الاستمرار او مبروك على الاهلي. احمد توفيق، احمد توفيق وشريف اكرامي بيتحرك كده عايز يبوظ له اعصابه. الله يكون في عونه. احمد توفيق داخل، احمد توفيق وهوبا والهدف. حلوه 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 يا توفيق. ده ايه ده؟ رمى من ورا كتافه عبء السنين، عبء السنين ومرها ومرها. الاهلي، الاهلي النهلي كوالنهلي. مين اللي داخل؟
النادي الاهلي داخل. هنشوف مين داخل من النادي الاهلي. محمد رزق داخل ووبو والهدف. حلوه 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 يا ولد يا رزق، يا ولد يا رزق. حلوه 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 وهدف روعه روعه روعه. نادي الزمالك والضربه السابعه ومرس الرهيب. ابراهيم صلاح لاعب وسط نادي الزمالك. ومواجهه وشريف اكرامي. ابراهيم صلاح وهوبو. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. في القائم ويضيع هدف وضربة جزاء السبعة لنادي الزمالك. الكرة ترتطم بالقائم الايسر وترفض ان تسكن شباك النادي الاهلي، ليفوز النادي الاهلي بكأس السوبر